لا نريد بطولة إفريقيا ولا حتى كأس العالم، كل ما نريده إصلاح حياة المواطنين. هذا هو أبرز نداء خرج به المتظاهرون في المغرب. فهل يطيحون بحكومة أخنوش؟ شهد المغرب احتجاجات نظمها شباب ينتمون لما يعرف بجيل زد في تجمعات واسعة في المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء وفاس وأكادير، ورفعوا المتظاهرون شعارات تطالب بتحسين المستشفيات وزيادة عدد الأطر الطبية والتربوية وتوفير تجهيزات أفضل. اشتعل الغضب بعد تداول أنباء عن وفاة 8 نساء في مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير جنوب المغرب نتيجة عمليات قيصرية. وعلى إثر هذه الواقعة انفجرت الاحتجاجات المطالبة بإصلاح الأوضاع الطبية المتردية. الحال لا يختلف كثيرا مع مجال التعليم الذي يعتبره المحتجون في أسوأ حالاته مع حكومة رئيس الوزراء عزيز أخنوش المتهم من قبل المتظاهرين بتوجيه ميزانية الدولة نحو تنظيم كأس إفريقيا هذا العام وكأس العالم عام 2030. الاحتجاجات أخذت أبعادا خطيرة نتج عنها مقتل 3 محتجين وأكثر من 400 مصاب. كل هذا اضطر الحكومة تعلن تجاوبها مع هذه المطالب واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية. حتى الآن لم تطرأ على السطح أي بوادر للنقاش بين الحكومة والمحتجين من جيل زد. فهل يستطيع أخنوش احتواء الأزمة